كلنا سمعنا عن عجز الموازنة، بس مش كلنا عارفين يعني ايه. عارف لما يبقى في حد بيكسب في الشهر 2000 جنيه بس مصاريفه من أكل وشرب وتعليم وصلوا 3000 جنيه، يبقى عنده ايه؟ عنده عجز 1000 جنيه. بيضطر بقى يخفف مصاريفه شوية أو يستلف ويعمل جمعية أو يشتغل في مكان تاني بعد الظهر. الحكومات كمان زينا بيحصل لها كده، هو ده عجز الموازنة. في موازنة 2016-2017 مجموع إيرادات الحكومة حوالي 670 مليار جنيه، ومجموع المصروفات وصل حوالي 975 مليار جنيه بيتصرفوا على مرتبات وتعليم وصحة وخدمات عامة. بحسبة بسيطة قوي يبقى عجز الموازنة حوالي 305 مليار جنيه. طب تعالوا نشوف مصاريفنا شكلهم عامل ازاي لما يترسموا. حوالي تلت المصاريف بيروح لسداد فوائد الديون، مش الديون بقى، لا فوائدها. وحوالي ربع المصاريف بيروح لمرتبات الموظفين، ودي نسبة كبيرة حتى رغم تطبيق الحد الأقصى للمرتبات. وحوالي ربع كمان من الميزانية بيروح للدعم، اللي برضه فيه جزء لسه بيروح للمقتدرين واللي أصلا مش محتاجين. يعني مثلا الحكومة تدعم البنزين عشان يكون سعره رخيص للمقتدرين، ولا الأحسن تزود الدعم لخدمات الناس المحتاجين؟ يفضل بقى من الفلوس جزء صغير اللي الحكومة بتصرف منه على الصحة والتعليم والخدمات والسكن والمواصلات، وطبعا كده عمره ما هيكفي. طب الحل ايه؟ ممكن حد يقول نستلف، بس ده مش الحل الوحيد، لاننا بنستلف بقالنا 40 سنة ولسه قايلين ان فوائد الديون بتاكل اكتر من تلت الميزانية. يبقى الحل لازم يكون في برنامج اصلاح جديد توزع فيه الحكومة مصاريفها صح عشان توفر فلوس اكتر للتعليم وللصحة وللخدمات اللي يستفيد منها المحتاجين. كده خلاص؟ لا، لسه اهم حاجة. عشان نزود ايراداتنا لازم ندخل استثمارات جديدة ونشتغل وننتج ونصدر. ليه فلوسنا تروح لدول تانية عشان هم يكسبوا واحنا نخسر؟ ليه هم يقبضوا واحنا ندفع؟ فكر معانا، بلدنا مسؤوليتنا. انا هقولك.